تم سرقة أسورة من المتحف المصري تعود للأسرة ال21 من داخل خزينة معمل الترميم اللي داخل المتحف اللي هو في ميدان التحرير، وتم سرقتها بواسطة واحدة من داخل المعمل، وخدوا الأسورة دي باعوها لمحل فضيات، ومحل الفضيات وصلها لورشة بتاعة دهب سهرت الأسورة دي خالص وقضت عليها واتباعت ب194,000 جنيه. وبعد ما قبضوا عليها قالت إن هي كانت في ضائقة مالية وكانت محتاجة فلوس، وعشان كده اضطرت إن هي تسرق الأسورة. ولكن المشكلة كلها إزاي الأسورة دي خرجت من المتحف المصري، لأن المفروض إن في سيستم قوي جدا لخروج الحاجات دي. على العموم التحقيقات لسه شغالة، ما تنساش انزل اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، ويا ريت بعد إذنكم تتفاعلوا مع الفيديوهات القديمة عشان الفيديوهات دي ماتت خالص. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.